ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب. سنه جديده كده ربنا يكرمنا فيها وكل اللي محققش حاجه يحققها. هابي نيو يير 2023. سنه سعيده علينا وعلى اولادنا ويا رب كده بالنجاح والتوفيق لاولادنا يا رب. ربنا يكرمنا وينجحهم وتكون سنه سعيده عليهم يا رب. هبتدي بقى معاكم، عندي مفاجآت كتيرة اوي في الفيديو ده. اول حاجه ماما جاتلي، يعني انا كل يوم الصبح بتعود يعني اكلمها، بنصبح على بعض وكده، فبكلمها يعني اصبح عليها وكده، لقيتها بتقولي جايه في الطريق عملتها لي مفاجأة. اتفاجئت والله مفاجأة حلوة اوي اوي اوي، اللي هي ما شاء الله يعني جت تقضي معايا راس السنة. كانت راس السنة اللي فاتت كانت معايا برضو، وكنت زعلانة اللي هي مش هتقضي معايا راس السنة ديت، وكنت والله زعلانة جدا، وكنت بقول لنفسي اللي هي كانت تقضي معايا راس السنة، وبجد عملتها لي مفاجأة. ولقيتها جايه كانت جايه في الطريق يعني، وكانت عملتها لي مفاجأة. فاول ما جت بقى وكده وارتاحت شويه، فطلبنا بقى كده، اتغدينا فجبنا اكل من بازوكا. الولاد يعني بيحبوا ياكلوا كده، بنجيبها لهم كده يعني قلنا بقى ايه اننا مش بنخرج وكده والسقعة وكده، فقلنا نجيب لهم الاكل في البيت. احنا كنا عايزين نخرج، بس طبعا ماما بقى لما جت رجلها تعباها وكده فمعرفناش نخرج، فقلنا نجيب اكل بقى ونتغدى في البيت والصراحة اصلا جو البيت كده احلى يعني. انا برضو ماليش في الخروجات قوي يعني، فلما بخرج يعني بخرج عشان الولاد بس ينبسطوا ويغيروا جو وكده. فاحنا طلبنا بقى، بصوا البوكس ده فيه 9 قطع. حلو قوي برضو. وجبنا 4 سندوتشات، 2 تشيكن فراخ و2 همبرجر. اهو زي ما انتم شايفين كده، ماما كانت بتفتح معايا هي ومحمد ابني، وكنا قاعدين. بصوا بوريكم بقى، ده الهمبرجر اهوت حلو قوي. بصوا هو اكلهم ما شاء الله، مش اول مره اجيب منهم يعني، نضيف جدا. والفراخ بتاعتهم الكنتاكي اهيت ديت لزياد وابراهيم، ما بيحبوش السندوتشات يعني عشان بيبقى عليها صوصات وحراقه وكده، فبجيب لهم الفراخ الكنتاكي. وجبنا 2 همبرجر، جوزي طلب واحد همبرجر مدخن وابني برضو، وانا وماما طلبنا فراخ تشيكن اللي هي السندوتشات. وجبنا برضو طبق اللي هو الرز الريزو وعليه قطع فراخ. وجبنا بقى حاجة ساقعة بقى كده، وكلنا وانبسطنا وما شاء الله الاكل كان جميل جدا. بس انا كنت بقطع لكم الصدر، الحته كبيره جدا، بصوا ما شاء الله، ونضيف قوي من جوه، والتتبيله بتاعته حلوه قوي. ما شاء الله بازوكا يعني حاجته جميله جدا. بس كلنا بقى كده وانبسطنا، وماما بقى كانت عاملالي بقى المفاجأة التانية. اول مفاجأة اللي هي جت ونورتني والله العظيم، كانت احلى مفاجأة اشوفها على الصبح. آه تاني مفاجأة بقى كانت جايبالي معاها برضو تاني فسيخ، بس ما قدرناش ناكله بقى، احنا كنا جبنا بقى الاكل ده خلاص. مسكته بقى خليته ونضفته زي ما انتوا شايفينه كده اهوت. كنت انا بقى بعد ما كلنا قمت بقى خليته ونضفته وعصرت عليه ليمون وحطيت عليه زيت وعينته بقى، قلت ايه ورحت حطاه في طبق بلاستيك وعلبة. هنا بشيل بس بذر الليمون كده، ورحت عيناه بقى، قلت نبقى ناكله في يوم تاني. اهو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، ماما يعني استاذه في تمليح الفسيخ. وانا ما رضيتش اجيب لكم بقى طريقه التنظيف عشان ما اطولش عليكم، كنت انا منضفاه معاكم قبل كده وخلياه ومورياكم الطريقه، هتلاقوها على فيديو تاني موجود على القناه. فروحت بقى كده زي ما انتوا شايفين وحطيته بقى في علبه وقفلته. ماما عارفه ان انا بحب الفسيخ، فكل ما تيجي يعني هي بتملح على طول فبتجيب لي معاه وهي جايه. بصوا لونه عامل ازاي، لونه تحفه وطعمه جميل جدا ما شاء الله. تسلم ايدك يا ماما، ربنا يديك الصحة وسنة سعيدة عليكي، وربنا يبارك لنا في عمرك يا رب يا حبيبتي يا رب. ودايما كده داخلة تجيلي كده، وربنا يخليكي ليا ومالية عليا الدنيا يا رب. بس كده اهو بوريكي بقى الفسيخ. جينا بقى رحنا جبنا بقى ايه، جوزي بقى لقيته نزل عشان نحتفل بقى كده بالسنة الجديدة زي كل سنة. احنا بنحب نحتفل يعني، ولا ما بنخرجش يعني ولا كده، بس بنحب نحتفل كده في البيت مع بعض يعني، كده بتبقى احلى حاجة يعني، احلى من الخروج وكده. فطبعا جوزي بقى نزل راح جاب لنا جاتوه من مونجيني، فاحنا بنحب الجاتوه يعني عن التورته وكده. فجوزي راح جاب لنا اهوت
جاتوه من مونجيني. ورحنا بقى جبنا بقى تاني جاب بقى لب وفول وكاندي. هوريكم الحاجات دلوقتي وهفتحها معاكم. هبتدي بقى كده انا ارص الجاتوه في الاطباق زي ما انتوا شايفين كده. لو وصلتي بقى لحد هنا من الفيديو ما تنسيش بقى لايك واشتراك وتفعيل الجرس لو الفيديو كده لحد هنا انت وصلتيله. واكتبي لي بقى كومنت حلو كده زيك، وما تنسيش بقى تدعميني بلايك. ويا رب الفيديو يكون هيعجبكم يا رب وينول اعجابكم، وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب، وربنا يكرمنا ويرضينا كلنا بإذن الله. بصوا كده بقى هحاول احط الجاتوه كده في الاطباق. وهبتدي بقى افضي بقى اللب والفول والكاندي. يعني ما شاء الله جوزي نزل ظبطنا، يعني جاب لنا حاجات قال بقى تسلوا فيها وانتوا قاعدين. ف اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده الكاندي بيجيبوا يعني عشان الولاد وكده بيحبوه اهوت. بص انا باكل منه بوريكم وباكله على طول. هبتدي بقى كده افضي برضو اللب. عايزه اجيب طبق للمكسرات بس كل مره افتكر انسى. عشان الطبق التاني انكسر مني كنت بحط فيه كان هو متجزأ كده اجزاء. ففكروني لو نزلت عشان انا بقيت انسى والله بجد اجيب واحد يعني طبق للتسالي كده يكون حلو. حطيت بقى هنا لب سوبر وكان جايب لب ابيض وكان جايب لب خشب. بس كده هبتدي افضي. وكان جايب برضو فول. بس كده هبتدي بقى ارص. انا ببتدي بقى اظبط كده الحاجة واحطها وافضيها. الفول ده جميل جدا يعني محمص حلو طعمه حلو قوي ومن بره مملح القشرة بتاعته مملحة من بره. ولقيته جايب لي كمان كحك اللي هو بسكر ده من الفرن يعني عشان بحب اللي هو عارف اللي انا بحب الكحك بسكر. وكان جايب لي برضو منين اللي هو كعب الغزال. كان جايبولي برضو. انا بحب لما بيروح يجيب الصراحة الحاجة مبينسانيش بيجيب لي الحاجة يعني والله. الله يبارك له الحاجة اللي انا بحبها. لقيته جايب لي اهوت وجايب لي كحك بسكر. ابتديت برضو كده ارصه في الاطباق. بس بقى احتفالنا كده بسيط خالص. احنا بنحتفل بمرور يعني سنة جديدة داخلة علينا، وربنا يا رب كده يكرمنا فيها ويرضينا ويخلينا ولادنا جميعا يا رب ويفرحنا بيهم ويسترها معانا. واحتفال بسيط كده يا رب يعجبكم ان شاء الله. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. كده انا برص برضو كان جايب لي كحك كده بسكر طعمه حلو قوي. حطيته برضو كده في الطبق اهوت. بسم الله ما شاء الله جميل جدا حلو قوي وطعمه حلو قوي بيدوب في البق كده جميل ما شاء الله حلو قوي. بس كده اهوت كده احنا جهزنا بقى كده عشان السهرة بتاعتنا بقى. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ادي الكاندي وادي الفول وادي المكسرات بقى بتاعتنا والحاجات بقى والجاتوه وكده. بس قلنا بقى كده نحتفل بقى معاكم وتشاركونا بقى. قلت اصور لكم الفيديو بقى كده يا رب يكون عجبكم ويا رب كده يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوش بقى كده لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس
عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم بإذن الله وسنة سعيدة عليكم. عايزه اقول لكم جاتوه بتاع مونجيني حلو جدا وطعمه حلو قوي الصراحه، احنا بنجيب منهم على طول. جميل قوي. بس يا رب فيديو يكون عجبكم واكون عند حسن ظنكم. هتوحشوني بقى لحد الفيديو الجاي. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب. مع السلامه.